هذا هو المعنى. ترى اللي حتم على الحسين سلام الله عليه أن يطلع من مكة. الحسين عندما دخل إلى مكة والناس طافوا حول، أعلن أني طالع أنا في طريقي إلى التضحية، رايح الآن أنا ماشي في هالخط، في هالمسار إلى نهايته، وهذا المسار نهاية التضحية. خط الموت على ولد آدم وخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، إلى آخر خطبته. فأوضح أصحر، بس طلع من الكعبة. من طلع وقف له واحد عبد الله بن مطيع وجماعة، قال له سيدي أنت اليوم يوم ثامن، يوم التروية، الآن بوسعك أنت تعقد إحرامك وتطلع تأدي مناسكك خلال يومين ثلاثة، تخلص الحج وتطلع، ليش تفوتك الحجة؟ قال له لو لم أعجل لأخذت، وإن أبي أوصاني وأخبرني أنه يقتل في الكعبة رجل يهتك حرمتها. نعم، قال له أنا هاي الكعبة ما أريد أهتك حرمتها، هذه البيت المقدس، البيت الطاهر، أريد أخلي حرمة الكعبة محفوظة في مشاعر الناس، وذولا ما عندهم مانع أن يقتلوني داخل الكعبة. قال لا، ما عندهم مانع، إذا وجدوني متعلق بأستار الكعبة ما عندهم مانع أن يقتلوني أبدا، لأنه حرمة الدم عندهم غير واردة إطلاقا. وفعلا هذا اللي صار في أكثر من مورد.